بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه الله. اللهم إنا نسألك ونستعين بك ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك بلغ الرسالة، ونشهد أننا نحبه ونحب كل من يحب النبي العربي الهاشمي الشريف. أيها الأحباب الكرام، هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، منها أحييكم أنا أحمد شريف برفقة زملائي الفنيين الذين يخرجون لكم هذه الحلقة والحلقات الكثيرات من هذه القناة المباركة في برنامج مع اللغة العربية، وهذه هي الحلقة رقم 56 بعد 100 بحمده تعالى. أيها الأحباب الكرام، أتشرف دوما أن أبدأ حلقتنا هذه وغيرها بالآي الكريم. يقول الحق عز وجل في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، قبل أن أدلف إلى تسجيل هذه الحلقة، فتحت قناة سلام لمتابعة شيء مما تبثه. وحقيقة أنا ما على الرغم من أنني جزء لا يتجزأ من هذه الشبكة المباركة، شبكة سلام، في برامجها وفي أفكارها ورسالتها، وأعتز وأتشرف بذلك، ولذلك أتماهى بين لغتين عربية وتجرينية حتى نصل إلى أكبر عدد من الناس. قبل لحظات كنت أتابع يعني شابا صبيا يتحدث عن أحد في الشخصيات، شخصيات إريتريا. حقيقة والله بهرني أداؤه يعني، وشد انتباهي. ومع الأسف أنا لم أستمع إليه لأنه تأخذنا البرامج والإطلالات هنا وهناك، وهو يتحدث أعتقد عن الشاعر الذي أحب إريتريا أحمد سعد، لأنه يعني وجدته في دقائق في الثواني الأخيرة من برنامجه. فأنا والله يعني ما أعرف اسمه، ولكن أحييه تحية عطرة، وهو صوت قادم بقوة ويمتاز يعني بحضور بهي. فأرجو من السادة المخرجين والمنتجين أن يبلغوه تحاياي العطرة، أرجوكم. بعده أيضا جاء أحد الشباب، هو أكبر منه بقليل يعني، أو بشيء من ذلك، هو بيني وبينه يعني. فوجدته يتحدث عن شاعر عربي مفلق يعني، وبأداء جميل وحضور. على طول شاهدت إلى عدد المشاهدين، والبرنامج بدأ تقريبا قبل ساعتين تقريبا يعني. فوجدت نسبة عدد المشاهدين يشاهدون اثنان، هذه القناة المباركة. كم نحن يعني معاتبون أن لا نتابع مثل هذه القنوات وغيرها من المراصد العربية، ونقول لقد ظلمنا أولئك القابعون في بلادنا الحبيبة يعني، ونحن لا نتابع. هذه القناة تتحدث إليكم القناة، قناة سلام الإعلامية المباركة، بلسانين إريتريين أجازهما البرلمان وتعارف عليها الإريتريون منذ الأزل، لتكون هاتين اللغتين هي اللغة، هي الرابط الذي يربط نسيج هذه الأمة. وقد تمتاز قناة سلام بهذه الإطلالة المباركة، على الرغم من أنها لها رسالة دعوية وطنية إسلامية وثقافية لغوية وتاريخية بتشمل كل ما يتعلق بالإنسان، ولكن لا تمن مشاهد. فأنا أقول
يعني فتنا حد الصراخ. زمانك نقول أهمس في أذن هذا وذاك، لكننا يعني حتى الصراخ أصبح لا يجدي فتيلا. فلذلك أقول أيها الناس، تابعوا مثل هذه القنوات وغيرها حتى على الأقل تستفيدوا. دعكم من التوازنات والمسائل الأخرى، فقط لتستفيدوا. إذا كنتم من الذين متحدثين بالعربية فاللسان العربي المبين موجود هنا. إذا كنتم تودون أن تتابعون شؤون دينكم، ما أكثر الشيوخ في هذه القناة، لهم السلام والتحية. إذا كنتم تودون أن تتثقفوا في الأدب والثقافة، موجودة هنا. وليت هنالك ولا توجد يعني مظنة أو يعني مبرر على أنكم لا تفهمون، أو بالعربية والتقرنية. ولذلك أقول للزملاء العاملين والطاقم الفني والإعلامي، أقول لهم: سيروا فلا يضرنكم من شاهد ومن لم يشاهد. عزاؤنا أننا نصل إلى داخل الوطن الحبيب عبر الستلايت يعني والأقمار الصناعية، وهنالك من يسمع جزء أو قليل من ذلك بعد فوات أوان وما إلى ذلك. ولكن يعني دعونا نتساءل كيف. يعني نحن لا نطلب الدعم المعنوي والدعم المادي وما إلى ذلك، ما تطلب به منافذ ونوافذ ومصادر عربية أخرى في الشأن الإريتري. نحن فقط نود لكم الخير، أن تتابعوا هذه القناة. الآن سيداتي سادتي، أدخل إلى ما أعددته لكم في هذه القناة المباركة، وفي حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية. كثيرا ما نتحدث عن الأدب والشعر وكذلك نثر وغير ذلك. يسألني بعض الأصدقاء الذين يتابعون برامجنا، يعني عفوا، يعني كما يقال بقرمان قد يعني هذه هذا برنامج عربي، ولكن العربي والتقرينيا نحن بننظر إليه نظرة، ولكن أحاول أن أتحدث. في يعني يتابعون صدفة يعني. فيقول أحد المتابعين قال لي: يا أخي، ما تتحدث لنا يوم من الأيام عن مصادر الأدب العربي، يعني حتى ما نقف عليه ونتعلم من ذلك. فبحثت في قلت له: إن شاء الله حين ميسر. فعنا لي اليوم أن أتحدث بعد أن بحثت، فوجدت في موسوعة اللغة العربية ما يتناول ذلك، وهي مجموعة فصول. فوجدت مصادر الأدب في الفصل الخامس. أتشرف أن أستعرض لكم ماذا كتب في المصادر. وفي نفس الوقت برضو أتمنى يعني إخواننا المخرجين والفنيين أن يتعاونوا معنا كذلك، إذا ما دخلنا كعادتهم طبعا، إذا ما دخلنا في شيء من الشعر وما إلى ذلك، أن يخرجوه بالشكل الذي يليق. وهم ما مقصرين، بارك الله فيهم، فردا فردا يعني. يعني أحيانا حلقاتنا تأتيهم من آخر الدنيا في الساعات الأخيرة، فيبذلون قصارى جهدهم. وجزاكم الله كل خير. الآن ندخل إلى المصادر، أي مصادر الأدب العربي. تقول المعلومات التي وقفت عندها: المصادر الأدبية عزيزي المشاهد هي الكتب والموسوعات التي حوت كل ما يتصل بالأدب العربي من علوم وفنون، والتي يستمد منها الباحث في الأدب العربي مادة بحثية، ويجد طالب العلم فيها بغيته. نعم. والمكتبة العربية الأدبية تحوي كما هائلا من المصادر الأدبية
التي يجد فيها كل من يبحث عن أي فرع من فروع الأدب بغيته. ومن أشهر هذه المصادر ما يأتي أو ما يلي: كتب الدواوين والأعمال الشعرية، سواء كانت جامعة لشعر شاعر بعينه جاهليا كان، على سبيل المثال كامرئ القيس وزهير وعنترة العبسي والأعشى وغيرهم، أو مخضرما والذي عاصر عصرين جاهلية وإسلام على سبيل المثال، ويقال فلان مخضرم كذلك بأنه عاصر نظامين وفترتين وجبهتين وما إلى ذلك. أو مخضرما كسيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وكعب بن زهير، أو إسلاميا كجرير والفرزدق أو الفرزدق، أو عباسيا كالمتنبي أبو طيب المتنبي وابن الرومي والبحتري وأبي تمام، أو محدثا مثله يعني في العصر الحديث مثل شوقي أمير الشعراء والبارودي وحافظ وجبران وغيرهم. على فكرة الشاعر البارودي هذا قمين أن نأتي ونفتح صفحة البارودي. شاعر يعني في العصر الحديث، ولكن يعني شعره يتميز بالقوة والجزالة وقوة الرجل الشكيم يعني. وعندما نفي أنا أتذكر: أبيت في غربة لا النفس راضية بها ولا الملتقى من شيعتي كثب. قصيدة قرأناها في الوسطى، يعني قصيدة قوية والله، أنا دائما أتذكرها. فعلينا أن نفتح صفحة ذلك الشاعر البارودي. وحافظ وجبران وغيرهم. حافظ طبعا شاعر النيل، وجبران من شعراء المهجر الشاعر اللبناني. لا يذكر جبران وإلا يذكر ميخائيل نعيمة ورفيقه، كانوا ثلاثة أعتقد في أول من نفوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وربما كانت جامعة لعدة الشعراء، بمعنى كتب الدواوين والأعمال الشعرية، مثل ديوان الهذليين الذي يجمع شعر شعراء قبيلة هذيل، وعلى رأسهم أبو ذؤيب الهذلي. ومثل المعلقات التي حوت قصائد من عيون الشعر الجاهلي. هذا مصدر واحد من مصادر الأدب العربي، يعني كتب الدواوين والأعمال الشعرية. رقم اثنان: كتب الاختيارات الأدبية، وهي تلك الكتب التي اختار أصحابها عيونا من الشعر والأدب، سواء في الشعر الجاهلي أو ما بعده، وحظيت بإعجاب الرواة وعموم الناس، وعمد أصحاب تلك الكتب إلى ذكرها وشرحها. والأدب في تعريفه عزيزي المشاهد، هذا على هامش أنا أحيانا يعن لي أن أتحدث، تأتي مداخلات حتى وأنا أستعرض الشيء المكتوب، فأقول هذا خارج النص. يعني عرفوا لنا الأدب هو كل ما أنتجته قرائح الأدباء من شعر ونثر بقسميهما يحدث لذة فنية عند السامع والقارئ. هذا التعريف الشامل يحتوي هذه التفاصيل. فقلنا في المصدر الأول كتب الدواوين والأعمال الشعرية، ثم كتب الاختيارات الأدبية. ومن بين هذه الكتب في الاختيارات الأدبية المفضليات، معروفة هكذا، وهي للمفضل ابن محمد بن يعلى ابن سالم الضبي، المتوفى سنة 168 هجرية، وهو من أقدم الكتب التي وصلتنا في الشعر الجاهلي. اختار فيها المفضل بعضا من نوادر الشعر العربي، ثم شرحه أبو بكر بن الأنباري المتوفى سنة 328 هجرية،
كما شرحه أيضا الأستاذان أحمد شاكر وعبد السلام هارون في تحقيقهما له. فمن بين الكتب المفضليات ثم الأصمعيات لأبي سعيد ابن عبد الملك ابن قريب الأصمعي المتوفى سنة 216، وقد استكمل في كتابه هذا جهد المفضل الظبي، وأتى بما أخل به مما يراه الأصمعي من عيون الشعر العربي وأجوده كذلك. كذلك من الكتب الهامة كمصادر العقد الفريد لأبي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد ابن عبد ربه المتوفى سنة 328 للهجرة، ذكر فيها أيام العرب ووقائعهم وما قيل في ذلك من شعر، وأصل لبعض القصائد الجاهلية فذكر مناسباتها وما قيلت فيه، كما ذكر قصة دارة جلجل مع امرؤ القيس أو مع امرئ القيس وغيرها، وأعنى بذكر ما وقع بين الأدباء من الملح والنوادر، طرائف يعني. الآن نأتي للمصادر. من بين المصادر المصدر الثالث، نعم عزيزي المشاهد، في المصدر الثالث كتب تراجم الأدباء والشعراء. ماذا يعني بها؟ يعني تلك الكتب التي اعتنت بطبقات الشعراء وذكر أخبارهم وسيرهم وترجمة حياتهم مع انتخاب أفضل أشعارهم. ومن ذلك مثلا جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد ابن الخطاب القرشي. كذلك منهم كزهير وامرؤ القيس والأعشى ولبيد وعمرو بن كلثوم الذي تحدثنا عنه ذات يوم مع عمرو بن هند وغيرهم. كذلك طبقات فحول الشعراء لأبي عبد الله محمد بن سلام الجمحي، وقد قام بانتخاب الشعراء واختبار شعرهم حتى جعلهم على طبقات ومراتب، فجعل لشعراء الجاهلية 10 طبقات، في كل طبقة 4 شعراء. وكذلك جعل لشعراء الإسلام، فجعل في الطبقة الأولى لشعراء الجاهلية امرئ القيس وزهير ابن أبي سلمى والأعشى والنابغة الذبياني. وفي الطبقة الأولى لشعراء الإسلام جرير والفرزدق والأخطل والراعية النميرية، وذكر أفضل ما قاله كل شاعر من الشعراء، كل في موضعه وطبقته. وأعد المستمع الكريم حتى أستزيد أنا شخصيا في المقام الأول، ثم نتحدث برضو يستزيد ويستفيد المشاهد الكريم إن شاء الله في يوم من الأيام. جرير الفرزدق والأخطل ربما يعني تناولنا حاجات أو أبيات أو هكذا يأتون، لكن الراعية النميرية هذا سأدلف فيه ذات يوم من الأيام لأستزيد وأفيد المشاهد بإذن الله. كذلك من كتب التراجم للأدباء والشعراء يأتي الشعر والشعراء لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى عام 276. عني ابن قتيبة بذكر تراجم الشعراء، فترجم ل200 شاعر و6 شعراء، يذكر أسماءهم وأنسابهم وأخبارهم ووفاتهم وينتخب من أشعارهم أي يختار. من المصادر رابعا في مصادر الأدب كتب التاريخ الأدبي، وهي تلك الكتب التي استعرضت تاريخ الأدب
من العصر الجاهلي، وتدرجت به عبر العصور، ووقفت على أبرز رجاله وأبرز أعمالهم. ومن أبرز هذه الكتب موسوعة شوقي ضيف. شوقي ضيف هذا غير أمير الشعراء، شوقي ضيف في تاريخ الأدب العربي، وكذلك موسوعة لويس شيخو في تاريخ الأدب العربي. خامسا، كتب البلاغة والنقد، وهي مادة خصبة توقف الدارس على أدوات الأديب وما ينبغي أن يحصله ليتمكن من الإبداع الأدبي. ومن أبرز هذه الكتب البيان والتبيين، وبحمد الله استعرضنا شيء كثيرا من ذلك، وهو المعروف لأبي عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني المشهور بالجاحظ. أيضا الكامل في اللغة والأدب لأبي عباس، برضو الكامل ده هبشنا منه كما يقال. وهبشة على فكرة أحسب أنها لغة عربية صحيحة. فعلى هامش الحديث دعوني أنا أطمئن دوما أنه إذا وجدت كلمة في العامية السودانية آه، فالغالب فيها أنها فصيحة، إذا لم تجدها في لهجات عربية أخرى. فأنا لم أبحث قبل ذلك، قبل هذا اليوم، في كلمة هبش. هبش لما تقول في السودان يعني لمس كده. فدايرين داير أشوف الآن، يعني نفتح القاموس الذي أطمئن إليه وأقول ما معنى كلمة هبشة؟ هل هي عربية فصيحة أم دارجة سودانية؟ فتابع معي عزيزي المشاهد. أولا وجدناها أنه يقول في تعريف الجامع المعاني الجامع، هذا القاموس الذي أطمئن إليه في البحث، معجم المعاني الجامع، يقول هبشة، هذا على خارج المصادر عزيزي المشاهد. هبش فعل، هبش يهبش هبشا فهو هابش، والمفعول مهبوش للمتعدي. هبش فلان كسب من ها هنا وها هنا. هبش لعياله احتال لهم في الكسب من هنا وهناك. طبعا أكيد في معاني كثيرة. هبش المال ونحوه جمعه. هبش فلانا أصابه ضربه ضربا شديدا موجعا. هبش الضرع حلبه بالكف كلها. هبش الهدف أصابه. ومن المعاني الأخرى هبش يهبش هبشا فهو هابش. هبش المال كسبه وجمعه. ومنها أيضا هبش الرجل بالغ في الكسب، وهبش العيال احتال لهم في الكسب، وهكذا. بمعنى إذن، فكيف ترى في السودان لما تقول هبش يعني لمس؟ فهل يجتمع هذا المعنى وذاك؟ لو دخلنا في أعماقه ربما يكون قريبا، لأنك أنت لما تهبش تلمس شيء تكاد تجمع أشياء، سيما وأن اللمس هو ملاقاة جسم لآخر. اللمس في اللغة هو ملاقاة جسم لآخر، أن تلمس بيدك شيئا أو تلمس وهكذا. عموما نأتي إلى فليس المعنى هو اللي هو المعنى المراد عند اللهجة السودانية، كلمة هبشة يعني مسك، لكن استمعنا إلى ما قاله الجامع. نأتي نواصل في مصادر الأدب. قلنا في كتب البلاغة والنقد البيان والتبيين والكامل
وقلنا إنه في 4 كتب أساسية. ده واحد من الكتابين المهمين، الكامل في اللغة والأدب. أيضا هذا ما تحدثنا عنه لأبي عباس بن محمد ابن يزيد المبرد المتوفى عام 285. وقد تناول في الكتاب ملحا من أخبار الأدباء وأشعارهم. استهل الكتاب ببعض بلاغات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيئا من كتاب الخلفاء الراشدين وخطبهم وما فيها من البلاغة والفصاحة. أيضا من كتب البلاغة والنقد كتاب الصناعتين، الكتابة والشعر. أحيانا في وحدين يقولوا إنه هذا يصطنع الشعر وهكذا، ويقولون هذا يتكلف الشعر، شيئا من ذلك، عندما يحاول أن يصفوا بعض الشعراء فينفوا الصناعة، على الرغم أنه الصناعة، الشعر موجود، يعني الصناعة موجودة في الشعر. ومن أشهر الكتب المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها للبروفيسور المرحوم عبد الله الطيب السوداني المعروف، فعنده كتاب ضخم، المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها. فالقصيدة تصنع، لأنه القصيدة مهارة يعني. فأنت لما يكون عندك، أنت متمكن من لغتك، تعرف انك انت صحيح الوحي يجيك وما الى ذلك، ايحاء الشعر، ولكن تتعمد احيانا ان تكتبها بنسق معين، كالنجار الذي ياخذ مطرقته وادواته فيخرج من خشب جلمد، يخرج لك شيئا يعني تجلس عليه، تنام عليه، ت- 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 ترى فيه الجمال وما الى ذلك. كذلك الشاعر الذي يتمكن من صناعته، متمكن من أدوات صناعة الشعر وإيحاؤه وفتوحاته، فيتعمد أن يكتب القصيدة معينة فيصنعها صناعة يعني. والقصيدة التي لا تصنع أنا لا أعترف بها شخصيا يعني، لأنك أنت عفو الخاطر، أن بالذات في هذا العصر الذي نعيشه، معقول أنت نهارك كامل تلوك العجمة، عربية كانت أو غير عربية يعني، لا تتفصح في لسانك ولا تتحدث بالفصحى، وتتحدث بلغات الفرنجة وغيرهم، وحتى بلغاتك المحلية هي بعيدة وقد تكون قريبة. عموما أنت لا تتفصح في لسانك إلا كمسلمين، ونحن الحمد لله. أنا أقول هذه الصلوات في أبعادها الأخرى، غير أنها عماد الدين وما إلى ذلك، لكن هي مساحة للفصاحة والبيان. يعني أنت تفصح في الصلاة الآن، وعندما نتحدث في هكذا برامج وغيرها. ما عدا ذلك نحن عجم يعني، تعجم وتكسر، وفي مرات يمر عليك يوم كامل ربما لو أحصيت الكلمات التي تتحدث بها عربية كانت يعني فصيحة أو دارجة وما إلى ذلك، ربما لا تتعدى قصاصة واحدة من الهناك، لأنك أنت مضطر تتحدث بلغات تانية يعني. فكيف لا تكون القصيدة صناعة في مثل هكذا أجواء يعني، بالذات هذا العصر الذي عصر العجمة والأعاجم الذي نعيشه يعني. فإذا أنا هسي لما داير أكتب قصيدة، لابد أن يكون بالقرب مني القاموس يعني. لابد أن أتبين هذه الكلمة التي جاءت عفو الخاطر، هل هي صحيحة؟ كيف تنطق وهي كتاب؟ لأنه أحيانا بتجيك الخواطر تأتي ولكنك لست متأكد، لأن لا تعيش في مجتمع عربي كامل يتحدث هكذا. هذه بالنسبة للسابقين من اللغويين ما نتحدث به، هذه فيها تصحيف وفيها أخطاء وفيها وما إلى ذلك. فالفي والأخطاء وما إلى ذلك بين هذا وذاك أصبح فصيحا يعني. يعني نعلم تماما إلى أي درك وصلت هذه اللغة العربية. ده أقل، هذا ما ينبغي أن يبتدأ به في علم الفصاحة والبلاغة، ما نتحدث به الآن، ولكن هذا أصبح هو القمة يعني. يا سبحان الله. وإذا ما حاولت أنت وأنت تتحدث تدخل كلمتين 3 كده فصيحتين يعني في حديثك، في وحدين يستهزئوا
وواحدين يقول لك يا راجل انت انت ما قاعد تسجل برنامج، يقولون هكذا احيانا يعني. فتاتي الكلمات وانت تتحدث، تاتي في صياغه اللغوي. فواحدين يقول لك يا استاذ شريف، انت لسه في برنامج يعني. فخليك زي ما حكيت لكم مره، انا متوجه الى جامعه القاهره للحديث مع احد المشرفين في في برنامج الماجستير. فكنت راكب سياره عامه يعني، وكنت راكب بالقرب من السائق يعني. فجاء شباب من شباب مصر العزيزة يعني، فسألوني بالدارج المصري يعني، هو الميكروباص ده ماشي الجامعة وكده بتاع. أنا لا أجيد الدارج المصري يعني، بتطغى علي الدارج السوداني يعني، لأنه النشأة وهكذا. ف وعلى طول يعرفوني الجماعة، يا زول يقول على طول الإخوة المصريين يعني. فقلت لهم الميكروباص هذا ماشي الجامعة وحاجة شيء من ذلك. فكنت سارح مع البحث وكده، أيها فصل سنعدل ونحذف ونضيف وهكذا يعني. فقلت لهم أعتقد ذلك على الفور. أحدهم قال إنه يعتقد يا أحباب. هو يعتقد، نعم إنه ولماذا تعتقد؟ هل تعتقد؟ فعملوها قصة وأنا أضحك يعني. فعلى الطريقة التي نراها في المسلسلات وهكذا. ف وركبوا نضحك يعني، فإنه يعتقد ولماذا تعتقد؟ وكيف تعتقد؟ وهكذا يعني. فعموما القصيدة تصنع بمعنى عشان يكون فيها خيال وحبكة جميلة وكده بتاع. وأنا أعمد إلى صناعة القصيدة التي يعني أحاول أن أقول فيها أفكارا وآراء ورؤى ومواقف واتجاهات وهكذا يعني، بالذات في قصائد الطوال التي أسير عليها منذ كذا أعوام يعني. قصائد الطوال يعني لا يمكن أن تكتب قصيدة أكثر من 100 بيت. والحمد لله أنا لي عدد، بدأت بالميمية ثم النونية ثم الرائية ثم القافية و... واللامية كذلك، وكلها. وأيضا في تقريبا 6 7 قصائد من القصائد الطوال تفوق 100. فأقول فيها أفكار كثيرة. أنت إذا تود أن تقول أفكار يعني مش الشعر عفو الخاطر يعني، تقول كده وتتخيل كما يتخيل رواة الذين يكتبون الروايات يعني. يعني الروايات القصص دي اليوم أصبحت الرواية هي يعني سيدة الموقف. أنا مع احترامي الشديد لفن الرواية، ولكن أعتقد أن الرواية بس أنت بتكتبها يعني وتتخيل وما إلى ذلك، ليس كالشعر يعني. أنا بقول هذه قناعتي يعني. وإذا لديك أي رأي مخالف عزيزي المشاهد، المساحة مفتوحة والسلام بيننا أخضر يعني في هذه القناة. فتعالى ونتناقش يعني. فإذا أردت أن تكتب يعني قصيدة فيها أفكار ورؤى، فلا بد أن تصنعها. وأجلس أنا وأصنع القصيدة حتى ما تحدث عندي أولا لذة فنية، ثم ينتقل تلك اللذة الفنية عند القارئ والمشاهد. فهذه واحدة من الكتب المهمة في كتب البلاغة والنقد. قلنا البيان والتبيين والكامل للمبرد، وكتاب الصناعتين لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن السهل. ذلك الكتاب ألف العسكري الكتاب ليكون جامعا لمعايير الكتابة وطرقها وشروطها، شعرا كانت أو نثرا. ثم دلل على كلامه وأكده بذكر مقتطفات بليغة من الأدب العربي على مر العصور. هذا كتاب مهم جدا، كتاب الصناعتين. ويعني به أعتقد صناعة الشعر والنثر. حتى النثر
كذلك يصنع. هنالك الخطب مثلا، يعني في خطب أقوى من الشعر. رابعا، في كتب البلاغة والنقد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد بن الأثير، المتوفى سنة 637، وقد وضع كتابه ليكون مرجعا في علوم الكتابة والبلاغة والإنشاء والشعر، ووضع فيها ألوان المحسنات وصور التشبيهات والمجاز ونحو ذلك، وبرهن على كل بما في جعبته من الآيات والأحاديث والشعر والنثر. سادسا، في مصادر الأدب المعاجم اللغوية، هذا ما كنت أشير إليه، وهو أساس لمعرفة دلالات الألفاظ وفهم معاني الجمل والتراكيب، إلى جانب ما حوته من أشعار الشعراء وأقوال الأدباء بوجه عام، ومن أمثلتها لسان العرب لابن منظور، ومقاييس اللغة لابن فارس، والقاموس المحيط للفيروزبادي، وغير ذلك كثر. أيضا من مصادر الأدب الكتب المترجمة، وهي متنوعة وكثيرة، فبعضها كتب في الأدب العربي مثل تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، وقد ترجم الأجزاء الثلاثة الأولى منها الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله. إلى جانب ذلك توجد كتب أدبية كتبت في آداب اللغات الأخرى، وهي تفيد بالتعرف على التراث الأدبي للأمم الأخرى، وتقف القارئ على عظمة الأمة العربية في أبواب الأدب. أيها المشاهدون الكرام، فاصل قصير وأعود إليكم بعد قليل لنكمل هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، فابقوا معنا مشاهدين الكرام. أيها الأحباب الكرام، مشاهدي قناة سلام وبرنامج مع اللغة العربية، ها نحن عدنا إليكم بحمده تعالى ونكمل ما تبقى من حديث في هذه الحلقة عن الأدب العربي. وهنالك أيها الإخوة والأخوات فائدة من دراسة الأدب العربي. تقول المعلومات التي وقفنا عندها: دراسة الأدب العربي ليست من قبيل الترف العلمي فحسب، بل لها فوائد غزيرة تعود على الفرد والمجتمع على حد سواء، إذ الأدب ما هو إلا تعبير عن النفس وآمالها وآلامها، وعن الواقع بمكوناته ومشكلاته، وعن القيم بأصولها وفروعها وتشابكها مع الحياة، وهذا كله بأسلوب منمق يجذب القارئ والمستمع ويؤثر فيه. فنحن إذ ندرس أدب الأمة العربية إنما ندرس خلاصة عقولها ونفسياتها وواقعها وتجربتها الطويلة في الحياة. فأدب أي أمة هو نتاج عواطفها ومشاعرها
وعقولها، وهو عصارة مزاجها النفسي وطابع روحها، فهو خلاصة وجهة نظرها في الحياة مستمدة من داخلها. وانطلاقا عزيزي المشاهد من هذه المعاني، يمكننا كما يقول الكاتب إجمال فوائد دراسة الأدب فيما يأتي أو فيما يلي. واحد: دراسة الأدب تعين على فهم اللغة العربية وتذوقها، والوقوف على تاريخها وتاريخ الفصحاء والبلغاء من أهلها على اختلاف عصورهم وأحوالهم وأساليبهم. اثنان: تكسب دراسة الأدب صاحبها الملكة اللغوية السليمة، وترتقي بجودة خطابه ورصانة تعبيره. ثالثا: تنمي دراسة الأدب في نفس صاحبها المعاني الإنسانية الراقية، وتكسبه الحس الجمالي، فترتقي به في جوانب الحياة المعنوية والروحية، كما ارتقت بالجوانب اللغوية التعبيرية عنده. رابعا: تعين على معرفة أسباب ارتقاء اللغة وانحطاطها على اختلاف وتنوع هذه الأسباب، لتصبح هذه المعرفة وسيلة لسلوك سبل الارتقاء واجتناب أسباب الانحطاط. خامسا: تتبع تاريخ الأدب والأدباء مصدر غني من مصادر دراسة التاريخ بوجه عام، والوقوف على كثير من أحداثه على لسان من عاصر وعايش هذه الأحداث. سادسا: تجسيد الأدب للقيم الإنسانية والتجارب الحياتية المختلفة في كل عصر من العصور، يكسب الدارس الفهم العميق للقيم وللإنسان بصورة عملية ملموسة، إذ يمكن القول بأن أدب أي أمة إنما يشكل ضمير الأمة، إضافة إلى القيم الفكرية والروحية التي تعتنقها، إضافة لجوهر اللغة. سابعا وليس أخيرا: الأدب أحد أعظم أسباب حفظ اللغة، واللغة بمنزلة العمود الفقري الذي يشد جسد أبناء الأمة ويحفظ عليه تماسكه وثباته. ومن هذا المنحنى فإن دراسة الأدب سبيل لحفظ وحدة الأمة واستمرارها. أيها السادة والسيدات، لا نزال معكم في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية، ولم يتبقى لنا إلا بضع دقائق. دوما أقول إن العربية لسان، وليست العربية لأب أو أم كما ورد في الحديث الشريف، إنما العربية لسان، وكل من تحدث العربية فهو عربي. ولذلك دعونا نقدم لكم مقتطفات مما قاله الغرب عن العرب والإسلام. كتب الكثير من حول العالم عن عظمة الإسلام والعرب، ومما قيل عن العرب والإسلام فيما يلي. طبعا أحب العرب لثلاث كما ورد في الأثر: لأني عربي، هذا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأني عربي، ولغة القرآن العربية، وكذلك إن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة في الجنة. فماذا قال أولئك؟ قول مايكل هارت في كتابه الخالدون 100
وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم قال: محمد هو الإنسان الوحيد الذي نجح نجاحا مطلقا على المستويين الديني والدنيوي، وهو قد دعا إلى الإسلام ونشره كواحد من أعظم الديانات، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 قرن من وفاته، فإن أثر محمد عليه الصلاة والسلام ما يزال قويا. وقول الفرنسي جوستاف لوبين في كتابه حضارة العرب عالمية الحضارة الإسلامية قال: لم يقتصر فضل العرب والمسلمين في ميدان الحضارة على أنفسهم، فقد كان لهم الأثر البالغ في الشرق والغرب، فهما مدينان لهم في تمدنهم، وإن هذا التأثير خاص بهم وحدهم، فهم الذين هذبوا بتأثيرهم الخلقي البرابرة. أما قول ريتشارد كوك، قال في كتابه مدينة السلام: إن أوروبا لتدين بالكثير لأسبانيا العربية، فقد كانت قرطبة سراجا وهاجا للعلم والمدنية في فترة كانت أوروبا لا تزال ترزخ تحت وطأة القذارة والبدائية. وماذا قال رينيه جوبير؟ قال: لم يدرك كثير من الغربيين قيمة ما اقتبسوه من الثقافة الإسلامية، ولا فقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية في القرون الماضية. وقال جورج سارتون في كتابه حضارة العرب: لقد سبق للعرب أن قادوا العالم في مرحلتين طويلتين، ظلت الأولى حوالي 2000 عام قبل اليونان، وعاشت الثانية طوال 4 قرون خلال العصور الوسطى، وليست ثمة ما يمنع هذه الشعوب من أن تقود العالم مرة أخرى في المستقبل القريب أو البعيد. ويضيف: لا أقصد من ذلك تباهيا بالماضي أو أن أردد أقوال المستشرقين، بل القصد من ذلك لفت أنظار المسلمين والعرب إلى حقيقة حضارتهم التي أذهلت العالم كله، وكان لها فضل على أوروبا وتطورها في شتى مجالات الحياة، وأهمها الجانب الإنساني. أيها السادة والسيدات، سأكتفي بهذا القدر من هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية. كانت هذه الحلقة رقم 156 بحمده تعالى. إن شاء الله ألتقيكم في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج وغيره. وفي الختام نقول: اللهم اجعلنا من الذين يحبون العربية، ليس تعصبا وليس شوفينية، ولكننا نحب العربية لأنها تربطنا بالإسلام، ولأننا كمسلمين نؤمن على أننا عرب، وكل من دخل ملة الإسلام فهو عربي، لأنه لا بد أن ينطق يتحدث اللغة العربية في صلاته، في دعواته، في تبدياته كلها. واللغة العربية هي لغة الحضارة والثقافة والتمدن والأخلاق والتهذيب. ولذلك يعني نحن سعيدين ونفخر بأن لنا لسانا عربيا مبينا. اللهم اجعلنا من الذين يحبونها ويحبون كل العرب والمسلمين، وعندما نقول عرب هم المسلمون عموما يعني. هكذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى ختام هذه الحلقة، وفي الختام نقول كما نبدأ دوما: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد.
ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة. تحياتي محدثكم أحمد شريف في الإعداد والتقديم، وتحايا زملائي الذين يخرجون لكم هذه الحلقة بالثوب الذي يليق بمقاماتكم السامية. لك الحمد يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.